السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير، ناشطات ماشطات ضاحكات فرحانات، ما خصكم حتى شي خير يا سيدي ربي. اليوم غادي نقدم لكم هاد البيتزا اللي سائله، كطيب غير في المقله ديال الطفال، رائعه البنات. شي حاجه اللي سريعه وكتجي هايله، ما تحتاجي لا تشعلي الفران ولا تبرزيط ولا تبقاي واقفه عسه على الفران. ف سهله سهله بزاف البنات، وكيحماقوا عليها الدراري الصغار. يعني هكا الكوتي ولا اللمجه راه كيعشقوها. هنايا المقادير كنكتبهم لكم كالعاده. عندنا علبه ديال الطون، وعندنا جبن مبشور، عندنا الفلافل ولا الفلفل، وعندنا صلصه الطماطم اولا السوليس اللي يعجبك خدميه به، وعندنا ملعقه ديال الخميره. هنايا غادي نبداو في طريقه التحضير. عندنا 2 كؤوس ديال الماء الدافئ، غادي نزيدو هنايا عليهم شويه ديال الملح، ونزيدو الخميره ديال الخبز. ف بالنسبه للخميره ديال الخبز هنا درت انا 2 معالق، يعني على حسب الجو كيفاش داير عندكم. الا كان الصهد بزاف راه ملعقه واحده كتكون كافيه. هنا ضفت الزيت، وهنايا غادي نضيف الطحين شيئا فشيئا وانا كنخلط. فهنايا غادي نجيب الفوي ونبقى كنحرك. كما قلت لكم البنات، هاد البيتزا راها كتجي سائله، يعني ماشي بحال العاديه اللي كندلكوها وكلشي. هنايا راه غادي نستخدموا غير الفوي، وراه كتجي رائعه البنات. جربوها وردوا عليا الخبر. نتمنى انكم تردوا عليا الخبر في لي كومونتير، هكا اللي جربتها وعجبتها الوصفه ترد عليا الخبر. وهنايا البنات غادي ندوز باش نطيب لاباط. هانتوما تشوفوا هنايا عندي هاد المقلات هادي، كما قلت لكم ديجا في الفيديو ديال البانكيك، يعني فاش كتكون عندك المقله فيها بزاف ديال الريوس بحال هكا، راه كتسهل عليك الخدمه وكتخليك كتسربي الخدمه دغيا دغيا. هانتوما تشوفوا، و2 ديال المعالق راهم كافيين البنات باش ما يفيدش لينا العجين هكاك ملي كيكون يطيب. يعني نحاولوا اننا ما نكتروش بزاف، غير بالعقل. 2 معالق كافيين بزاف. وما نساوش البنات اننا يعني دايرين فيهم الخميره، يعني ما نكتروش من الخليط باش ما يفيدش لينا داكشي ويولي حالته. فنحاولوا يعني نديروا غير واحد القياس اللي قليل. وهنايا شعلت عليها البوطه ودرت يعني البوطه مهيله باش طيب على نار اللي مهيله، ما يتخطفوش وما يتحرقوش. هانتوما تشوفوا بالنسبه للخليط راه ماشي سائل بزاف وماشي عاوتاني قاصح بزاف. وهنايا غادي ندوز باش ندير السوليس ولا لاصوص طوماط، يعني شوفي نتيا داكشي اللي بغيتي تخدمي به. كنحاول انني نوزع لا طوماط الصلصه ديال الطوماط على البيتزا ديالي وهما كيطيبوا. بصراحه لقيت هاد الطريقه براتيك بزاف البنات، يعني كتسهل عليا الخدمه، ما كتبقايش تهزي الهم هكاك انك ديري الوليدات بيتزا، ولا سيرتو الا كانوا غادي ياخذوها معاهم في الكوتي ولا راه غادي تسربيها دغيا دغيا. ممكن ديريها كحكه في الصباح قبل ما يفيقوا انهم يمشيو يقراو. وهنايا كنضيف
الطون. بالنسبه للطون كاين اللي كيديروا في الاول وكاين اللي كيخليه حتى التالي، يعني انتي والطريقه اللي كتبغي تزيني بها. يعني طريقه التزيين كتختلف على حساب الاذواق وعلى حساب المكونات اللي انتي كتبغي تزيني بها وكتبغي تستخدميها. وهنايا غادي نضيف الفلفل، وغادي نخليها طيب مزيان على نار مهيله. ونزيد هنايا الجبن المبشور، وهنايا كنحاول انني نشوف يعني البيتزا واش شدت راسها مزيان. وهنايا ها هي البيتزا ديالنا من بعد ما طابت. بالصحة والهنا البنات، وشكرا لكم.